السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا متابعة القناة ودوسوا لايك واكتبوا لي تعليق حلو كده. حذروا هنطبخ ايه اللي طالع اليومين دول ومالية السوق بقى، فقلنا نجربها. بس انا عايزاكم ايه انتوا اللي تحذروا معايا وتفزروا كده هنطبخ ايه. طبعا دي بصلايه في معلقة سمنة. انا بحب دايما البصل لو هقل اعمل حاجة بحب اقطعه على ايدي. 3 4 فصوص كده محترمين. الاكلة دي بتحب التوم على فكرة. هنحطه حالا وهنرجع نضيفه تاني. بس انا هقولك هتضيفيه ازاي. برضو كله تخريط كده. انا بحبش ادقه يعني. بس انا على فكره مش عاملاها قرداح، لا والله بلحم. هتشوفي اللحمه دلوقتي. عندي بقى كام حته لحمه كده، هما كام قطعه بس كده مغسولين كويس في نص ليمونه كده. وهنشوحهم في البصلايه. هوريكم التاتش الاخير بس في فيديو تاني. يا سلام لو تشم الريحه. خلي البصلايه تدبل بس معاكي ما تحمريهاش. جوزي طلبها بقى، قلت له والله اللي اعملها لك. حطي بقى اللحمه تاخد تشويحه كده معاها. على فكره ده بيفرق جدا في طعم اللحمه يا جماعه. اي تشويحه لحمه حطيها في الاول في البصل وكده بتفرق جدا مع ورقتين لورا وشويه فلفل اسود. وشوحي بقى الخضار بتاعك او اللحمه بتاعتك الاول قبل ما تضيفي الخضار. تفرق جدا في الطعم على فكره. يلا تعالوا يلا. حذروا فزروا.